السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب ثالثة ثانوي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس مريم خالد مدرسة التاريخ. النهاردة بإذن الله هتكون المحاضرة الأخيرة في الفصل الثاني، وبكده نكون قفلنا الفصل بتاع محمد علي. وطبعا ده أكبر وأهم فصل زي ما قلت نركز عليه جدا، وما تراكمش لو سمحت، ما تراكمش أي دروس خالص، لأن منهج التاريخ مبني كله على بعض، الفصول كلها مرتبطة ببعضها ومترتبه على بعضها، فما تقولش انا هاخد قديم مع جديد. يعني دي نصيحه عشان منهج التاريخ كله متراكم على بعض، خاصه اول 3 فصول. ما تبقاش انت مثلا في الفصل الرابع او الخامس ولسه بتذاكر الاول، لان الاول ده اساس اصلا لكل المنهج. نقول بسم الله توكلنا على الله ونبدا. احنا وقفنا المره اللي فاتت عند اثر سقوط نظام الاحتكار على الاوضاع الاجتماعيه. زي ما شفنا الاوضاع الاجتماعيه والطبقات اللي ظهرت والطبقات اللي اندثرت ساعة الاحتكار أيام محمد علي، هنشوفها بعد سقوط الاحتكار في ظل عهد خلفاء محمد علي. الأول حاجة، القوى الاجتماعية دي اتأثرت بسياسة الباب المفتوح، وخلاص دلوقتي الباب مفتوح اقتصاديا للدول الأوروبية إن هم ينزلوا في الأسواق عندنا، مش زي ما محمد علي كان قافل قدامهم الأسواق. طيب، أول حاجة عندي إن طوائف الحرف ومكانة شيوخ الطوائف تدهورت. ليه؟ لأن الصناعات الصغيرة ديت لا تتكافأ مع المنتج الأجنبي اللي نازل لي السوق. احنا كده خلاص قلنا الأسواق اتفتحت وبينزل لي منتجات أجنبية، فهل طوائف الحرف بالصناعات القليلة بتاعتها أو الصناعات البدائية والصغيرة هتقدر تنافس المنتج الأجنبي في سعره وجودته؟ أكيد لأ. فعلشان كده طوائف الحرف ديت تدهورت. تاني حاجة، تناقص دور التاجر المحلي لحساب الوكالات الأجنبية. الاقتصاد دلوقتي بقى خاضع للأجانب، بقى تحت إيد الأجانب. طيب، إيه عندي الطبقات اللي ممكن تكون برزت؟ قال لك كبار ومتوسطي ملاك الأراضي اللي هم الأعيان بمختلف الشرايح بتاعتهم، اللي هم كبار ومتوسطي ملاك الأراضي، وكمان بدأوا يتطلعوا إن هم يشاركوا في الحياة السياسية. زي ما هنشوف كده لما إسماعيل يجي يعمل مجلس النواب هيبقى شارط إن المجلس من الأعيان فقط، فعشان كده هنا هو بيقول لي بيتطلعوا للمشاركة بعد كده في الحياة السياسية. يجي لي سؤال هنا يقول لي: كان سقوط الاحتكار في أواخر عهد محمد علي سببا في ارتفاع مكانة مين؟ الحرفيين، الأعيان، التجار، ولا البدو؟ طبعا احنا لسه قايلينها، الطبقة اللي برزت كبار ومتوسطي ملاك الأراضي، يبقى أنا عندي الأعيان اللي هم كبار ومتوسطي ملاك الأراضي. تمام، حلو جدا. طيب، هيجي يكلمني على أثر سقوط نظام الاحتكار في التعليم. طبعا بعد ما انتهت سياسة الاحتكار بتاعة محمد علي هينتهي حاجات كتيرة كان مهتم بيها محمد علي في التعليم. يعني أنا عندي النفوذ بتاع محمد علي لما تقلص سياسيا وقضوا على نظام الاحتكار كان ليه آثار سلبية على مسار النهضة التعليمية في عهد عباس وسعيد. ليه؟ إيه اللي حصل؟ عندي المدارس اللي كان عاملها محمد علي، احنا عارفين ان محمد علي كان عامل مدارس في كل الاختصاصات ومدارس كتيرة، لدرجة ان هو عمل لها ديوان المدارس عشان ينظم العلاقات بين المدارس الكتيرة اللي محمد علي عملها. المدارس دي كان مصيرها ايه في سقوط نظام الاحتكار؟ ساءت احوالها واتقفلت، في بعضها اتقفل. البعثات الأوروبية اللي محمد علي كان بيبعتها للدول الأوروبية عشان نستفيد منهم ونتعلم ونترجم الكتب الصناعية بتاعتهم عشان نفهم ايه سبب الحضارة بتاعتهم، مالها البعثات؟ تقلصت، قلت جدا جدا جدا.
يقوم يحصل بعد كده ايه؟ يعني ده زي تمهيد عندي، يتلغي خالص ديوان المدارس. ليه؟ لان معظم المدارس اتقفلت. ديوان المدارس كان معمول عشان ينظم العلاقات بين المدارس الكتيره. طب انا عندي احوال المدارس سائد وقفلت معظمها، ديوان المدارس هيعمل لي ايه هنا؟ قال لك البعثات توقفت تقريبا، انا عندي كل احوال التعليم عندي في الناس. طيب دلوقتي مين اللي هيمسك التعليم او هيبدا يهتم بالتعليم؟ قال لك الاجانب. الاجانب اللي في اوروبا والولايات المتحده. طيب هنعملوا ايه؟ هيعملوا حاجه اسمها مدارس خاصه بيهم، اللي هي مدارس تبشيريه، اللي هي على الدين المسيحي بتاعهم. يعني من الاخر كده هوت مدارس بنظام اوروبي، بنظام اجنبي غير اللي احنا خالص ماشيين بيه في مصر. طب ده هنا يعمل لي ايه؟ يساعد على تعميق ازدواجيه الفكر والثقافه في مصر. انا الكلمه دي شفتها فين قبل كده؟ شفتها ايام الحمله الفرنسيه، شفتها ايام محمد علي. ولو انت كنت نسيت يعني ايه تعميق ازدواجيه فكر وثقافه، هقول لك ان لما الحمله الفرنسيه جت، ودي كانت بدايه تعميق او ازدواجيه الفكر والثقافه، ان احنا كنا ماشيين على نظام تعليمي معين، وليكن النظام الديني اللي كان ماشيين عليه الازهر، لان احنا قلنا ايام العهد العثماني اللي كان موجود وفيه بصيص نور كان الازهر، يبقى ده تعليم ديني. حلو قوي. لما جت علينا الحمله الفرنسيه شفنا حاجات وحضارات وحاجات غيرنا خالص، سواء اجتماعيه او سياسيه او فكريه. حصل عندي لخبطه في الفكر والثقافه. ازدواجيه دي يعني حاجتين، انا التعليم ديني والتعليم اللي هو المدني او الغربي. رجعت تاني اتعمقت اكتر ساعه محمد علي لما عمل المدارس المدنيه. يقوم يجي هنا في بعد سقوط نظام الاحتكار يجي لي تاني تعميق اكتر لازدواجيه الفكر والثقافه، لغايه ما جه عهد اسماعيل. وغالبا الحاجات الكويسه قلنا هتبقى في عهد اسماعيل، نادرا قوي لما تلاقي حاجه كويسه في عهد عباس او سعيد. طيب لما جه عهد اسماعيل كان في اهتمام فعلا حقيقي بالتعليم. يقول لي هنا ايد صحه العباره او دلل على صحه العباره، يعني العباره صحيحه اديني ادله. قال لك اسماعيل سعى ان هو يبني مصر على النظم الاوروبيه. ليه؟ لان اسماعيل كان اصلا عايش بره، متاثر بحياته في اوروبا، متاثر بثقافتهم وتعليمهم وسياستهم وكل حاجه، فكان عايز يبني مصر على النظم الاوروبيه اللي شافها بره. هو شاف ايه؟ شاف هناك ان التعليم هو الوسيله الاساسيه عشان يحقق الحضاره اللي هو عايزها، وان هو يبني مصر على النظم الاوروبيه. فراح عامل لي ايه؟ قال لك اهتم بتعليم البنات، وعمل مدرستين للبنات بالقاهرة اللي هي الثانية والقربية. يعني يعتبر إسماعيل هو أول واحد ينادي بيه تعليم المرأة، وده علشان كان بينادي بالمساواة وبتكافؤ الفرص. طيب بعد كده اهتم بالتعليم الصناعي، يعني أنشأ مدرسة للعمليات للعلوم الصناعية، الحاجات اللي خاصة بالصناعة، كذلك الهندسية، التمرينات العملية. ايه تاني؟ حتى عمل مدرسة للتلجراف اللي هو حاجة زي البريد أو زي التليفون. طيب حتى عمل مدارس لفرق النقاشين اللي هم بيدهنوا الحيطان والكلام دوت، ومدرسة للعميان والخرس. يعني هو ما سابش أي طبقة إلا لما عمل لها مدرسة تهتم بيها. اهتم بالمدارس الابتدائية والثانوية. كان عندي واحدة اسمها التجهيزية في العباسية، وتعرفت بعد كده بالخديوية. وكان عندي مدرسة راس التين، دي كانت موجودة في الإسكندرية. إزاي هو كان بيشجع على الالتحاق بالتعليم أو يحاول يجذب الناس إن هم يلتحقوا
بالتعليم بتاعه مش المدارس التبشيرية. قال لك إن هو كان بيهتم بإقامة حفلات مدرسية آخر السنة، بيعمل فيها إيه؟ بيحضر فيها كبار رجال الدولة وبيوزع فيها الجوائز والمكافآت على الناجحين المتقدمين كنوع من التشجيع ليهم، لأن إن كبار رجال الدولة يحضروا في مكان ده زمان كان حاجة كبيرة قوي، مش زي دلوقتي ممكن نلاقيهم في كذا حاجة. فده كان شيء تحفيزي للطلاب. طيب يجي لي هنا سؤال بيقول لي: كان لتطبيق معاهدة بلطة ليمان أثر سلبي في مجال التعليم. الأثر ده تمثل لي في إيه؟ هل تعميق ازدواجية الفكر والثقافة، تدهور الصناعات الحرفية، انخفاض ميزانية وزارة المعارف، ولا إغلاق مدارس تعليم البنات؟ هو هنا عايز حاجة كانت في معاهدة بلطة ليمان أو ترتبت على معاهدة بلطة ليمان. بلطة ليمان كانت بتنادي أصلا بإيه؟ بسقوط الاحتكار. وأنا لو مش عارف الإجابة أمشي واحدة واحدة في السؤال. طيب بلطة ليمان يعني سقوط نظام الاحتكار. طيب سقوط نظام الاحتكار في التعليم ترتب عليه إيه؟ قلنا أغلقنا مدارس وتوقفت البعثات و يعني اتقفلت خالص المدارس واتلغى ديوان المدارس، وقلنا إن اتعملت المدارس التبشيرية. طيب المدارس التبشيرية دي تقودني لإيه؟ لتعميق ازدواجية الفكر والثقافة اللي احنا لسه شارحينها بالتفصيل. طيب عندي سؤال تاني بيقول لي: حاول الخديوي إسماعيل الحد من مشكلة ازدواجية الفكر والثقافة من خلال إنشاء إيه؟ هل جمعية المعارف، الصحف العلمية والأدبية، الجمعية الجغرافية، ولا الجمعية الخيرية المصرية؟ السؤال دوت لسه عند الثقافة، لكن الإجابة هتبقى د. ليه؟ لما هناخد دلوقتي قدام الجمعية الخيرية الإسلامية دي كانت بتواجه طغيان المدارس الأجنبية اللي انتشرت في مصر من خلال إنشاء مدارس خاصة مصرية عشان تضرب المدارس الأجنبية أو المدارس التبشيرية. نتكلم على أثر سقوط نظام الاحتكار على الحياة الثقافية. كان ليه طبعا آثار سلبية كتيرة جدا على الحياة الثقافية في عهد خلفاء محمد علي لغاية ما جه إسماعيل، وقام بفتح المجال لحركة ثقافية متنوعة أثرت في بناء شخصية مصر الثقافية. زي ما اهتم بالتعليم هيهتم بالثقافة. يعني قالك إن هو عمل عدة جمعيات زي جمعية المعارف دي كانت 1868. طيب الهدف منها إيه؟ نشر الثقافة. طب شغلتها إزاي أو بتعمل إيه؟ قالك تأليف والنشر بالاكتتاب العام. يعني إيه تأليف ونشر بالاكتتاب العام؟ قالك الكتب الكبيرة، عشان عندي كتب كبيرة ممكن مثلا الكتاب زي موسوعة يخش لي في 3000 5000 صفحة، حاجات اللي هي العلوم الأصلية، علم بقى التاريخ، علم الفلك، علم أيا كان العلم. فقال لك الكتب دي احنا ممكن نبسطها لملخصات بحيث اللي عايز ياخد فكرة شاملة عن العلم دوت ما يقعدش يقرأ 5000 صفحة أو المجلد، ممكن يقرأ الملخصات دي. يعني إيه؟ أنا ببسط الكتب الكبيرة لكتب صغيرة وملخصة. قال لك طيب أمهات الكتب اللي هي الكتب الكبرى، افرض في ناس عايزة تدرس العلم بقى بالتفصيل وبالتعمق هي تتخصص فيه مثلا، قال لك برضه هنطبع أمهات الكتب في التاريخ والفقه والأدب. يبقى أنا عندي ملخصات وعندي الكتب الكبيرة. عمل الجمعية الجغرافية
75. ومن اسمها جمعية جغرافية يبقى هتعتني بالأبحاث الجغرافية اللي هتساعد إسماعيل بعد كده إن هو يتوسع، لأن إحنا هنكتشف إن إسماعيل عايز يمشي على خطى جده من ناحية التوسع. عمل إيه تاني؟ عمل لي حاجة اسمها الجمعية الخيرية. إحنا هنمسح خالص الجغرافية إنها دي غلطة. الجمعية الخيرية الإسلامية 1887 بهدف إيه؟ من اسمها جمعية خيرية بتعين الفقراء، وبتعمل لي حاجة تانية مهمة قوي، بتنشئ مدارس خاصة لتعليم البنات والبنين. ليه؟ عشان تواجه لي طغيان المدارس الأجنبية أو اللي هي التبشيرية. طيب عمل إيه تاني؟ إسماعيل أسس لي دار الكتب 1870، وده معناه إن جمعية المعارف نجحت وعملت اللي عليها، لأن الناس كده بدأت تألف كتب. لو كانت جمعية المعارف ما نجحتش، ما كانتش الناس ألفت كتب وراحت تسجلها في دار الكتب، والموضوع ده طبعا بيبقى متعلق بحقوق النشر والطباعة. فعندي بعد كده إنشاء الصحف العلمية والأدبية والسياسية. ده ليه؟ عشان أثقف الشعب. ليه برضو؟ كان ليها حرية الكتابة خاصة في أواخر عهد إسماعيل. ليه؟ علشان إسماعيل بعد كده هيصطدم بالمطامع الأوروبية زيه زي محمد علي لما اصطدم بالدول الأوروبية، فإسماعيل هيجي له وقت وهيصطدم برضو بالدول الأوروبية، لأن هو ماشي على خطوات جده محمد علي. فلما بدأ يصطدم بالأجانب حس بوطئة التدخل الأجنبي، حس برخامتهم قد إيه وإن هما بيشاركوه في الحكم وبيملوا عليه يعمل إيه. عشان كده الصحف ديت كان ليها الفضل إنها تنور أذهان الشعب، تنور أذهانهم في العلوم والمعارف، ويعرفوا إن لازم يواجهوا المحتل. كان في برضو زي ما في إسماعيل عمل صحف، برضو هم عملوا صحف طبعا لأن هم موجودين في البلد. طيب كل الكلام اللي احنا قلناه دوت حلو قوي، ترتب على ده كله ايه؟ قال لك طبعا كل اللي احنا شارحينه ده يبقى هيترتب عليه نهضة تعليمية وثقافية في عهد إسماعيل. طبعا ارتقاء مستوى الوظائف العامة. يعني ايه؟ يعني مش اي حد بيشتغل وخلاص، لان انا عندي دلوقتي تعليم كويس، ثقافة كويسة، يبقى انا عايز اللي يمسك الوظائف انسان متعلم تعليم كويس جدا، مش اي حد بيعرف يقرا ويكتب زي ما كان. ليه؟ علشان كان بيتولاها المتخرجين من المدارس والمعاهد واعضاء البعثات، بيبقوا على قدر كبير من العلم. ايه تاني؟ بروز علماء في تخصصات مختلفة. ليه؟ لأن البيئة كانت مناسبة، يطلع لي علماء فلك، علماء ذرة، علماء أيا كان، عندي علماء في تخصصات كتيرة. ليه؟ لأن إسماعيل البيئة نفسها مناسبة إن هم يطلعوا ويتخصصوا في كل التخصصات ويبقى فيه نهضة تعليمية وثقافية. يجي بعد كده يتكلم على السلطة التشريعية والتنفيذية، واحنا كنا اتكلمنا عليهم باستفاضة قبل كده في المحاضرة بتاعة الاحتكار أيام محمد علي، وفهمنا النظام الديمقراطي كان بيتكون من كام سلطة وإيه اللي يمسكهم. فأنت لو مش فاكر النقطة دي ارجع لها تاني في الدرس وافهمها كويس. طيب في عهد عباس وسعيد قال لك استمر الحكم المطلق الفردي المستبد. خلاص انت الكلمة دي عندك بقيت فاهمها كويس قوي. حكم مطلق فردي مستبد يعني تركيز السلطة في ايدهم، تركيز السلطة في ايد عباس وفي ايد سعيد، زيه زي محمد علي، زيه زي اللي قبليه من العثمانيين، زيه زي اللي قبلهم من المماليك. كلهم اشتركوا في ايه؟ في حكم مطلق، الكلمة الأولى والأخيرة ليهم، للحاكم اللي بيحكم. قال لك مجلس المشورة، فاكرين مجلس المشورة؟ مجلس المشورة ده اللي كان بيتجمع مرة في السنة أيام محمد علي، اللي كان بيتناقش في أمور الإدارة والأشغال العامة والبنية التحتية والتعليم، اللي هو محمد علي كان بيعمله مرة واحدة في السنة. دول بقى مش
عملوه مرة واحدة في السنة، ده أهملوه خالص. المفروض المجلس اللي بنتشاور فيه وبنشوف أحوال البلد وبنتجاذب أطراف الحديث عشان نوصل لحل، دول أهملوه خالص. إيه تاني؟ الدواوين. احنا عرفنا إن محمد علي كان عامل دواوين كتير قوي، الأمور الإفرنجية، الجهادية، الأسطول، الفابريكات. احنا قلنا ساعتها عمل ديوان المدارس عشان ينظم العلاقات بين الدواوين، لأن هي كترت جدا جدا زي ما شفنا. طيب هنا علشان مفيش اهتمام قال لك خفضوا عدد الدواوين أو اللي هي الوزارات ال4 بس. ليه؟ قال لك بتختص بالأمور السيادية، يعني مفيش بقى توسعات ونشوف الصناعة ونشوف الدنيا، يا دوب تمشي بس الحاجات الأساسية، الأمور السيادية، بعد ما كان النشاط الاقتصادي حرا للأفراد، بعد ما تساب النظام للناس، لأن نظام محمد علي كان هو اللي ماسك كل حاجة. يعني ده يعتبر نتائج مترتبة على سقوط نظام الاحتكار، وإن النشاط بقى حر للأفراد. طيب يجي لي النظام لما بقى حر للأفراد حصل إيه؟ أنا عندي هنا بيقول لي بما تفسر إن تخفض عدد الدواوين ب4، والدواوين بس بتختص بالأمور السيادية بعد ما ترك النشاط الاقتصادي حرا للأفراد. قال لك وده بسبب الانكماش السياسي والاقتصادي بعد سقوط نظام الاحتكار. اهو بيقول لي بعد الايقاع بمحمد علي السياسه بتاعته والاقتصاد اللي كانوا مزدهرين انكمشوا. طب كلمني بقى في عهد سعيد، كده انا بتكلمت على السياسه في عهد عباس وسعيد. كلمني بقى في عهد اسماعيل هيقع في مشكله جامده قوي مع الدول الاوروبيه، وهي ازمه الديون، زي ما هنشوف بالتفصيل بعد كده. محمد علي كان متجنب اصلا الدول الأوروبية وقافل قدامها الأسواق، ولا بيستدين منهم ولا بياخد منهم أسلحة، كان مريح نفسه. لكن إسماعيل لما هيفتح باب الديون هيسمح لهم بعد كده يتدخلوا في شؤون البلاد، وبعد كده هيبقوا بيقسموه في شؤون الحكم. ليه؟ لأن إسماعيل فضل يستدين منهم، يجوا يقولوا له سدد اللي عليك يقول لك مفيش، فده طمعهم إن هم يتحكموا في البلد. أنت ليك علينا لأن عندك فلوس، يبقى هنحط مناخيرنا وهنتحشر في السياسة بتاعتك. وبرضو إسماعيل كان زيه زي عباس وسعيد، محمد علي، العثمانيين، المماليك، برضو عهود الحكم المطلق، لسه عهود الحكم المطلق مكملة معانا. طيب يجي يقول لي إن أنا أوجه نقد لمجلس شورى النواب اللي عمله إسماعيل. اقول له والله هو اسماعيل ما عمليش المجلس دوت عشان فعلا يتشاور وياخد اراء وكده، لا، المجلس اللي عمله 1866 ما كانش اكتر من هيئة استشارية بنستشيرها وخلاص، ومش تشريعية، هي هيئة استشارية ما تشرعش حاجة او تحط قوانين تتنفذ، انا بس بستشيرها، عجبني ما عجبنيش رأيها برميه في الزبالة عادي جدا. طيب يعني الهدف من إنشاء إسماعيل ليه مجلس شورى النواب إيه؟ قال لك ده بس عشان يضفي وجهه على الحكم، يضفي على الحكم رونقا وبهاء، يبقى منظر شكلي، يقول لك إحنا عندنا هو مجلس شورى نواب وبنتشاور وبناخد آراء بعض. بيعمل كده بجد؟ لا، زي اللي قبليه كلهم. طب إيه الدليل؟ أو ممكن يقول لي أيد صحة العبارة أو دلل إيه؟ دلل إن مجلس شورى النواب اللي عمله اسماعيل ما كانش يغير وجهه تضفي على الحكم رونقا وبهاء. اقول لك واديك الادله. قال لك المجلس لم يكن بناء على مطالبه جماهيريه، امال كان ايه؟ كان منحة من الحاكم، يعني الحاكم هو اللي بيتفضل علينا وعامل لنا مجلس شورى النواب، لكن هل كان بمطالبه جماهيريه؟ هل الشعب انتخب الناس دي؟ هل الشعب اختار الناس دي؟ لا. طيب ايه تاني اكد لي ان هو مجرد شكل؟ قال لك حصر حق الترشيح للمجلس في شرائح اجتماعية معينة،
المفروض مجلس شورى النواب ده بياخد من كل الفئات، لكن إسماعيل كان بيحط معظم أعضاء المجلس من العمد والمشايخ والأعيان وقليل من أصحاب المصالح التجارية والصناعية. حد هنا ممكن يجي يقول لي يعني هو بيحط مثلا ناس متعلمين بس والناس اللي هي على قدها بيحطهاش؟ هقول لك لا، ده هو كان بيحط الأغنياء بس. المجلس محصور فقط على الأغنياء. عندي العمدة اللي هو شيخ البلد، عندي أعيان. والسطر اللي جاي هيرد على سؤالك. عشان المتعلمين لو هم متعلمين وزي الفل وتعليمهم 100 بس من غير الأعيان ملهمش أي نصيب في عضوية المجلس. المجلس بس مقتصر على الناس الأغنياء اللي احنا قلناه. طيب مجلس النظار اللي عمله بعد كده في 1878 ده عبارة عن سلطة تنفيذية للي بيقوله الخديوي، بتنفذ كلام الخديوي وبس، ملهاش ان هي تتناقش. طب على الرغم من كل ده والمساوئ الكتيرة اللي في عهد إسماعيل، بس هي المساوئ بتختص شوية بالجانب السياسي، لكن هو كان في التعليم وفي النهضة والكلام ده كله كويس، لكن في الجانب السياسي عك جدا. على الرغم من كده بيقول لي إن إسماعيل كان صاحب تجربة تنموية طموحة وطور مصر، وكان عصره عصر تقدم ونهضة علمية وثقافية زي ما شفنا. طيب يجي لي بعد كده سؤال بيتكلم على السلطة السياسية أيام عباس وإسماعيل. بيقول لي تأثرت السلطة السياسية أو مظاهر السلطة السياسية بمصر في عهدي عباس وسعيد اتأثرت بإيه؟ هل عقد معاهدة بلطة ليمان 1838، فرض معاهدة لندن 1840، تقاسم الأجانب سلطة الحكم معهم، ولا مكاسب مصر من صلح كوتاهية؟ طيب ليه الإجابة عندي هتبقى ب اللي هي فرض معاهدة لندن؟ طب ما أنا ممكن أختار معاهدة بلطة ليمان، بس أنا عندي معاهدة بلطة ليمان ما اتطبقتش إلا في إطار معاهدة لندن، يعني هما الاتنين بيقولوا بسقوط نظام الاحتكار، لكن اللي اتنفذت في الآخر كانت معاهدة بلطة ليمان. طيب نشوف مظاهر تأثر السلطة السياسية في عهد عباس وسعيد. قال لك اتخفضت الدواوين أو الوزارات ال4 وأصبحت بتهتم بالأمور السيادية بعد أن ترك النشاط حرا للأفراد بسبب الانكماش السياسي والاقتصادي اللي اتفرض على مصر بعد الإيقاع لمحمد علي. طبعا هنا ما أقدرش أختار تقاسم الأجانب السلطة معهم لأن ده حصل في عهد إسماعيل، اسمه إسماعيل بعد مشكلة الديون أما كبرت. طيب بعد كده هيكلمني على السلطة القضائية كانت عاملة ازاي في عهد إسماعيل. قال لك جمعية الحقانية بقى اسمها مجلس الأحكام، ودي بمثابة هيئة استئناف عليا في البلاد. استئناف عليا في البلاد يعني ايه؟ يعني تأجيل القضية، هنأجل القضية ننظر فيها جلسة تانية. طب عملنا استئناف تاني، هنأجل القضية أو النطق بالحكم للمرة الجاية لغاية ما نتباحث ونشوف هنطلع بإيه. فاستئناف يعني هنستأنف الحكم تاني، هنأجل القضية ونتشاور فيها تاني. طيب قال لك المحاكم الشرعية، قال لك استمرت، اللي هي متعلقة بإيه المحاكم الشرعية؟ قال لك دي الأحوال الشخصية وانتقال الملكية في كل البلاد، وأنشئت محاكم أو مجالس جديدة للفصل في المسائل المدنية والتجارية عرفت بمجالس الأقاليم. عندي هنا مجلس مهم اللي هو قمصيون مصر 1861. طيب ده اختص بالنظر في إيه؟ في القضايا اللي بيرفعها الأجانب على المصريين، بس فيما عدا العقارات والملكية دي مختصة بالمحاكم الشرعية.
احنا لسه قايلين اهو المحاكم الشرعية بتهتم بالأحوال الشخصية وبانتقال الملكية. طيب ليه في قمصيون مصر ده؟ قال لك طب ما احنا دلوقتي عندنا أجانب فهتحصل مشاكل بينهم وبين المصريين، فنرجع في الكلام دوت ليه قمصيون مصر. طيب بالنسبة لعهد إسماعيل، عهد إسماعيل توحدت المحاكم القنصلية في محكمة واحدة عرفت باسم المحاكم أو المحكمة المختلطة. دي بتنظر في إيه؟ في النظر في النزاعات بين المصريين والأجانب أو الأجانب والجنسيات المختلفة. أنا عندي دلوقتي في مصر أجانب وجنسيات مختلفة، يبقى المحكمة ديت لو في مشاكل بين المصريين والأجانب هتحلها. طب بين الأجانب والجنسيات الأجانب التانيين ديت برضو اللي هتحلها. دي كانت 1875. يجي لي هنا سؤال على قمصيون مصر، بيقول لي يدل إنشاء قمصيون مصر عام 1861 على إيه؟ انتهاء دور المحاكم القنصلية، تأثر بإصلاحات نابليون في القضاء، استقرار النظام القضائي في مصر، ولا زيادة نشاط الأجانب في مصر؟ طب أنا عندي قمصيون مصر بيعمل إيه؟ بيحكم في النزاع بين الأجانب والمصريين بس، ما قاليش أكتر من كده. يبقى ده بيدل على إيه؟ بيدل على زيادة نشاط الأجانب في مصر. لو ما عنديش أجانب ومش عاملين نشاط مش هعمل لهم محكمة يرجعوا ليها. طيب نتكلم بعد كده على القوى العسكرية كان شكلها عامل إزاي في عهد خلفاء محمد علي، يعني بعد سقوط نظام الاحتكار. احنا عارفين ان معاهدة لندن 1840 والفرمانين 1841 اللي هم بتوع السلطان العثماني دول قالوا في تقلص لنفوذ محمد علي وانحصار نفوذ مصر بعد ما كنا شايفينها طايحة يمين وشمال. طيب واتقلصت حدودها زي ما شفنا، رجعت لحدودها اللي هي قبل التوسع. كل ده طبعا احنا واخدينه في الحروب. ده خلى فيه بعض الآثار السياسية على التنظيم العسكري اللي كان عامله لنا محمد علي. ده ظهر في ايه؟ ظهر في عهد عباس. اولا عباس ما كانش اصلا مهتم بالجيش، مش مديله اي اهتمام، وعمل حاجة المفروض ان هو كان ياخد باله منها. ايه؟ دخل عدد كبير من عناصر الأرناؤوط اللي هم استبعدهم محمد علي. احنا قلنا الأرناؤوط والألبان دي اللي هم فرق مرتزقة، اللي هم بيقدروا ان هم يتمردوا في اي وقت، فمحمد علي استبعدهم، لكن عباس خدهم يكونوا في خدمته الخاصة بأعداد كبيرة. طب نشوف سعيد عمل ايه. سعيد اعتنى بالجيش. عمل ايه؟ عمل حاجة حلوة قوي ريحت الشعب. محمد علي كان قرفهم في النقطة دي. عمل ايه؟ خلى التجنيد إجباري للجميع على اختلاف الطبقات، غني فقير كله متساوي، والفترة قصيرة. ليه؟ لأن محمد علي كان قاصر التجنيد على الفقراء، بيجند فقراء بس، لكن أغنياء ما كانش بيجندهم. طب الفترة كانت غير محدودة. لو انت بتخش التجنيد بتاعك في الجيش إلى ما شاء الله ما محمد علي يفرج عنك. ليه؟ لأن محمد علي كانت حياته كلها حروب، فهو مش عارف يخلص حروبه امتى عشان يعمل لك مدة التجنيد، فده كان مضايق الشعب المصري. عشان كده أنا عندي في فلاحين هربوا على عكا متضايقين من الخدمة العسكرية والضرائب لو نفتكر. تمام. لكن سعيد خلى الجيش إجباري على الجميع باختلاف طبقاته، غني فقير كلنا متساويين، والفترة محدودة هو بيحددها. عشان كده الناس حبوا الجندية في عهده وما حسوش إن هي نوع من التفرقة الاجتماعية ونوع من العنصرية. عمل إيه تاني إسماعيل؟ اهتم بتجديد الأسطول البحري.
إلا إن إنجلترا أوعزت للسلطان العثماني لمنعه من كده. هو كان عنده نوايا طيبة وبدأ إن هو يجدد الأسطول البحري. جت إنجلترا غمزت للسلطان العثماني، قالت له بص بيعمل إيه، بيهتم بالأسطول والحربية، وإنت أصلا إيه مقلق أصلا من موضوع الحربية والجيش، فمنعه. نيجي لعهد مين؟ لعهد إسماعيل. إسماعيل طبعا اهتم بالنواحي الحربية. عمل إيه؟ أرسل بعثة بحرية من خيرة ضباط الجيش لفرنسا. رجع تاني يعمل زي جده محمد علي، بعثات بقى وناخد من بره حضارات عشان نقتبس خبرات اللازمة عشان نبقى متحضرين زيهم. مش بس كده، عمل برضو زي جده محمد علي، جاب لنا بعثة حربية فرنسية من الضباط. ليه؟ عشان تنظم معاه المدارس الحربية المصرية، لأن الضباط الفرنسيين هيتولوا نظارة اللي هي يعني بمعنى إدارة بعض المدارس الحربية في البداية، لغاية ما المصريين يتعلموا ويرجعوا من بره ويمسكوا بدل الأجانب. عمل إيه تاني؟ عمل جريدتين للشؤون العسكرية. ليه؟ عشان أثقف عقول العسكريين بتوعي، لازم يبقوا مطلعين على الواقع وعلى الحياة أول بأول. طيب إيه تاني؟ اهتم بالأسطول. عمل إيه؟ جدد الأسطول الحربي ورجع النشاط في ترسانة الإسكندرية. فاكرين ترسانة الإسكندرية اللي هي دار صناعة السفن؟ وجدد المدرسة البحرية اللي كانت في الإسكندرية، وعمل مدرسة تانية جنب الترسانة. حتى النواحي التجارية اهتم بيها. احنا قلنا طبعا في فرق بين سفن التجارة وسفن الحرب، اهتم برضو بالنواحي التجارية واهتم بالأسطول التجاري. فعمل شركة ملاحة تجارية كانت ليها دور أساسي إنها تنشط للتجارة الخارجية لمصر، وسهلت مواصلاتها البحرية مع الأقطار الأخرى، بقى في كونكت كده مع الدول اللي حواليه. طيب يجيلي في أواخر عهد إسماعيل ضعف الجيش. ليه؟ بسبب الأزمة المالية بتاعة مصر والديون اللي كان إسماعيل عمال يستلفها من الأجانب عشان يعمل كل النهضة اللي احنا شايفينها. هنا ارتبكت شؤون الحكومة، لأن هي كده خلاص بقت واقعة تحت سيطرة إنجلترا اللي هيحتلوها في 1882، اللي هو الفصل الثالث، مصر تحت الاحتلال البريطاني. الكلام ده كان في عهد توفيق. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ نحل السؤال ونشوف ايه اللي هيحصل. السؤال بيقول: نجح سعيد باشا في الحصول على بعض التأييد من الشعب المصري خلال اهتمامه بإيه؟ احنا عايزين بندور هنا على تأييد الشعب المصري لسعيد باشا نتيجة حاجة. نتيجة ايه؟ تطوير الصناعات المصرية، اهتمامه بإنشاء الطرق الملاحية، تعديل قوانين الخدمة العسكرية، ولا إنشاء خطوط السكك الحديدية؟ طبعا عشان انت فهمت الحتة اللي فاتت كويس فهتقول الإجابة ج. ليه؟ تعديل القوانين بتاعة الخدمة العسكرية. ليه؟ عشان هو جعل التجنيد إجباري لجميع المصريين على اختلاف الطبقات سواء غني أو فقير، والمدة قصيرة، وما اعتبروهاش نوع من التفرقة الاجتماعية والعنصرية. طيب كده أنا خلصت الدرس الخامس. نبدأ نتكلم في الدرس السادس، وده بيكلمني عن إسماعيل ومشروع استقلال مصر. مش قلت لكم إن هو هيمشي على خطى جده محمد علي وهيصطدم بالأجانب؟ لازم هيجي له وقت هيصطدم بالأجانب. طب خطة إسماعيل لاستقلال مصر كانت هدفها إيه؟ إسماعيل كان بيهدف إن هو عايز يوسع نطاق استقلاله زي محمد علي، عمل مصر النواة وعايز بقى يطلع بره مصر يشوف الدنيا فيه إيه، جنوب وشمال وشرق والدنيا دي. كان بيسعى كمان لحاجة، لأن هو يكسب حقوق ومزايا كتيرة من السلطان العثماني عشان يوصل للاستقلال التام. بيرمي الإيه؟
بيرمي على معاهدة لندن 1840 والفرمانين بتوع السلطان العثماني اللي قلصوا نفوذ مصر وأيدوها في حاجات كتير. هو عايز يرجع تاني يفك القيود ديت وياخد استقلال لغاية ما يوصل للاستقلال التام. طيب مثال على ده كان بيعمل ايه؟ لسه كنا بنقول ان هو عايز يتخلص من قيود معاهدة لندن فرماني 1841. ليه؟ عايز يغيرهم ليه؟ عشان هيغير نظام الوراثة بتاع العرش. من أكبر أفراد الأسرة العلوية اللي هو محمد علي هيخليه مين؟ ليكون أكبر أنجال، يعني أبناء إسماعيل نفسه باعتباره حاكم. يعني نظام الوراثة اللي حطوه ساعة معاهدة لندن والفرمانين إن هو كان بيتولى أبناء محمد علي. هو عايز يغير الحتة دي ويبقى أبناء إسماعيل بدل أكبر أبناء الأسرة العلوية. طيب أكيد هو هيمشي على إجراءات عشان يحقق الكلام اللي هو عاوزه. إيه الإجراءات اللي هو خدها عشان يحقق الأهداف اللي فوق ديت؟ قال لك الخطة بتاعت إسماعيل عشان يستقل بمصر ويتوسع جت على حساب الخزينة المصرية. أهي دي بقى الكارثة اللي إسماعيل عملها. طيب إزاي استغل الخزنة المصرية؟ قال لك إن هو استضاف السلطان عبد العزيز ده اللي هو ساعتها كان السلطان العثماني في إبريل 1863. لما جابه هو جايبه في زيارة فيها إكراميات، فيها هدايا، ملأت السفينة وهو راجع رجعه بهدايا، وكانت ضيافته مليانة حفاوة وإكراميات. مش بس كده، ده كمان والسلطان ماشي ادى إسماعيل 60,000 جنيه للصدر الأعظم اللي هو مين؟ فؤاد باشا اللي هو تبع السلطان العثماني. طب بيديله 60,000 ليه؟ قال لك عشان يتوسط له ويبذل مساعيه الطيبة عند السلطان، عشان يعني يتوسط لإسماعيل عند السلطان عشان يصدر له الفرمانات اللازمة اللي بتحقق المساعي بتاعت أو الأهداف بتاعت إسماعيل. طيب هل الموضوع اللي هو عمل ده نجح؟ هو بالفعل نجح وانتهى بحصول إسماعيل على الفرمانات اللي حققت ليه بعض مزايا الاستقلال اللي هم 4 فرمانات هنشوفهم دلوقتي. وكمان رفعت الجزية السنوية من 400,000، الجزية السنوية اللي اتبعت للسلطان العثماني اللي هي كانت سقطت عن محمد علي ورجعت تاني في معاهدة لندن اتحطت، هي دي. بدل ما السلطان ياخد 400,000 رفعها له ل750,000. كل ده على حساب الخزينة المصرية. أكيد هو إسماعيل مش هيدفع من جيبه. تمام؟ طيب نيجي بعد كده للفرمانات اللي عملها السلطان العثماني. قبل ما نشوف الفرمانات، إسماعيل بالطريقة بتاعته ديت خلى في ديون استدان 3 مليون جنيه. في وقت أصلا الخزينة المصرية مش ناقصة. فالسلطان طبعا بعد كل الإكراميات دي عمل فرمانات بتحقق ليه بعض مزايا الاستقلال. أول فرمان مايو 1866، وده بيعد البداية. افتكروا كده، هو أول فرمان وهو أول بداية لتحقيق استقلال إسماعيل. ليه هو البداية؟ قال لك نجح في إن هو يغير وراثة العرش وبقت أكبر أبناء إسماعيل الذكور بدل أكبر أبناء محمد علي أو الأسرة العلوية هي. إيه تاني؟ زيادة عدد الجيش اللي هو السلطان كان مخلينا مش عايزين نعلى عن 18,000 ومش عايزين نعمل سفن حربية، لا زاد عدد الجيش ل30,000 بدل ما كان 18,000. كل ده بالإكراميات وبالرشاوي وبالفلوس، كل حاجة بتمشي. طيب عمل إيه تاني؟ حق مصر في ضرب النقود. احنا كان قايل إن هو مصر ما تضربش نقود باسمها. إيه تاني؟ منح الرتب المدنية حتى الرتبة الثانية. دي معناها إيه؟ يعني الرتب دي اللي هي زي البشوية أو البي أو الباشا، فهو السلطان إدى لإسماعيل حق إن هو يدي الرتب بس لغاية الرتبة الثانية. فرمان يونيو 1867 ده بقى كان ليه آثار بعيدة المدى.
ده بيدي لقدام. ليه؟ كان ليه آثار بعيدة المدى؟ بما تفسر. قال لك إسماعيل حصل على لقب خديوي، اللي هو لقب معناه المعظم، هو لقب كلمة تركية معناها المعظم. طيب اللقب ده ادى إسماعيل إيه؟ اداله تحقيق قدر من الاستقلال في إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية والمالية، بس في حاجات معينة مش كل حاجة. يعني اداله إن هو يعقد معاهدات خاصة بحاجات معينة، يعني زي البريد أو الجمارك اللي هي بتاعت السفن والتجارة عن طريق البحر، مرور البضائع والركاب داخل البلاد، وشؤون الضبط للجاليات الأجنبية اللي هي الفئات الأجنبية أو الجنسيات الأجنبية اللي عايشة معانا. طيب فرمان 1872 ده الفرمان ما عملش غير حاجة واحدة، إن هو أصبح لإسماعيل حق الاستدانة من الخارج بس من غير ما يرجع للسلطان العثماني. ودي كانت غلطة كبيرة قوي بين السلطان العثماني، لأن إسماعيل هيفتح على البحر في الديون لغاية أما مصر تقع تحت الاحتلال البريطاني بسبب الديون الكتيرة اللي هو عملها. طيب الفرمان الأخير أو اللي بنسميه الفرمان الشامل، ليه بنسميه الفرمان الشامل أو بما تفسر أو أيد صحة العبارة، دلل على صحة العبارة إن فرمان 73 هو الفرمان الشامل، لأنه أثبت لمصر حقوقها الكاملة في الاستقلال، حقوقها الكاملة في الاستقلال ما عدا الحاجات دي، ما عدا إيه؟ عقد المعاهدات السياسية. السلطان هو اللي يعقدها، إسماعيل ملوش دعوة بأنه يعقد معاهدات سياسية مع الخارج. حق التمثيل الدبلوماسي يعني إيه؟ يعني نتكلم باسم السلطان، ما تروحش مصر تتكلم مع بلد باسمها كده، لا احنا بنتكلم تحت مظلة السلطان باسم السلطان وبرضاه، وهو اللي يكون مفوضنا ان احنا نتكلم. دي معنى حق التمثيل الدبلوماسي، ان مش انا بتكلم بلساني، لا انا بتكلم باسم السلطان. طيب ايه تاني؟ صناعة المدرعات الحربية دي برضو ما يصنعهاش زي ما كان جاي في الفرمانين. مع ايه؟ مع ان احنا هنستمر في دفع الجزية السنوية اللي ارتفعت من 400,000 ل 750,000. طيب بكده عهد إسماعيل يعتبر فترة انتقالية ما بين تقلص نفوذ محمد علي عشان تسوية لندن وسقوط الاحتكار، وإيه تاني؟ وفرماني 1841. ليه؟ علشان كان في توقف مشروعات التنمية اللي كانت بتتم في إطار نظام الاحتكار، واتفتحت البلاد أمام المنتج الأجنبي خاصة البريطاني عشان اتفاقية بلطة ليمان اللي كان رافضها محمد علي. إيه تاني؟ دخول الرأسمالي الأوروبي مجال الاستثمارات الأجنبية. خلاص سياسة الباب المفتوح دخلت لنا الأجانب باستثماراتهم بمنتجاتهم بكل حاجة. عشان كده ده بيفسر تجمد أو توقف التنمية الذاتية للمجتمع المصري اللي كانت موجودة أيام نظام الاحتكار. سؤالي بيقول، رغم الإنجازات الحضارية للخديوي إسماعيل إلا أنه أخطأ في تنفيذ مشروعه الاستقلالي عن الدولة العثمانية بسبب إيه؟ هل عدم التوازن بين طموحات ومالية مصر؟ عدم تمهيده لإقناع الدول الأوروبية بالفكرة زي محمد علي ما كانش ليه تفويض دولي؟ ولا قيامه بالاستعانة بالقوى الخارجية؟ ولا استبعاد الأساليب أو استخدام الأساليب العسكرية؟ لا، هو اللي وقعه في المشكلة دي عدم التوازن بين طموحاته الكتيرة وتوسعاته وأحلامه ومالية مصر اللي هي الخزينة. كل ده جه على دماغ الخزينة وعمل لي ديون، وبعد كده هيعمل لي تدخل أجنبي اللي بعد كده هينتهي في الآخر بالاحتلال البريطاني. توسعات إسماعيل في شرق أفريقيا، هينتهج النهج بتاع محمد علي، عايز يتوسع بره. عمل إن هو يبسط نفوذه في الجنوب زي محمد علي، والجنوب الشرقي على ساحل البحر الأحمر،
وده وضعه في مواجهة حتمية مع الحبشة، اصطدم بالناس اللي في الحبشة عشان هو حاصرها بتوسعاته 1875. ونركز قوي في التاريخ ده عشان هنحتاجه بعد شوية. طيب الحروب دي بتاعة الحبشة انتهت بإيه؟ انتهت إن إسماعيل خسر 3 مليون تاني في وقت كانت الخزينة المصرية خلاص على آخرها، بتعاني ضائقة مادية وفي ديون. أروح أعمل حروب تانية وأكلف مصر 3 مليون تاني تنضاف على الخزينة؟ طيب من ناحية تانية، يعني نسيب الناحية المالية وناحية الدول الأوروبية، هي شايفة التوسعات دي وهتسكت؟ طب ما كانتش بقى عملت معاهدة لندن والفرمانين بتوع السلطان وشلنا محمد علي ونظام الاحتكار لو هي هتسمح له بالتوسع؟ الدول الأوروبية شافت من توسعات إسماعيل مصدر خطر، قال لك يعني احنا لغينا محمد علي عشان يطلع لنا إسماعيل، عشان هي كمان بتتوسع في نفس المنطقة اللي هي شرق أفريقيا. وكده إسماعيل فكرها تاني بجده محمد علي وقالت لك أنا مش عايزة محمد علي آخر تاني. طيب الدول الأوروبية هتبدأ إن هي تتحرك، مش هتستنى يتوسع، هي عايزة تمنع ظهور محمد علي آخر. طب ليه الدول الأوروبية جت اتكلمت دلوقتي على الديون؟ لأن هي هتتكلم بحجة الديون. يعني إيه؟ يعني مش من المصادفة إن عام 1875 اللي هو عام التوسع بتاع محمد علي في شرق أفريقيا هو نفس العام اللي ابتدت فيه الأزمة المالية تاخد مسار انتهى بالتدخل الأجنبي واحدة واحدة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الدول الأوروبية لما شافت محمد علي رايح بيتوسع قالت لك إحنا مش عايزين محمد علي آخر. طب أتحجج بإيه عشان أعترض على التوسع؟ أتحجج بالديون وأقول له إن أنا هتدخل وأعمل تدخل أجنبي لأن أنا ليا فلوس عندك، يبقى من حقي إن أنا أتدخل. طب أنتوا ليه ما جيتوش تتكلموا على الديون إلا سنة 1875؟ والديون أصلا هنعرف في الفصل الثالث إن الديون كانت من أيام سعيد أساسا، سعيد أول واحد اقترض. طب لو ما هي المشكلة مشكلة ديون ما اتكلمتوش ليه من ساعة سعيد؟ إيه اللي خلاكم تستنوا ل 1875 لما إسماعيل بدأ يتوسع؟ دي هنا الفكرة، عشان هم مش عايزينه يعمل زي محمد علي. هيكلمني على دور مصر الحضاري في القرن الأفريقي، الحتت اللي هو توسع فيها وصل لها. مصر مسكت البلدان اللي هي بتاعة القرن الأفريقي، والإدارة المصرية كانت موجودة في المناطق ديت بتعمل نشاط عمراني في كل المجالات. إن إحنا عارفين الأماكن هي في أفريقيا دي تبقى أماكن فقيرة جدا مليانة أوبئة، ما عندهمش مستشفيات وما إلى ذلك. في المجال الصحي الإدارة المصرية لما استلمت المناطق دي كانت في أمراض منتشرة كتير قوي زي الكوليرا والدوزنتريا والجدري. عشان كده الإدارة المصرية عملت وحدات صحية في سواكن ومصوع، دي أماكن في سواكن ومصوع، وحدات صحية عشان طبعا تجابه الأمراض ديت. طيب نيجي في مجال المواصلات، الإدارة المصرية عملت خط بريد بيوصل بلدان القرن الأفريقي بمصر، يعني الخط البريد كده ماشي بيوصل كل البلاد الأفريقية بمصر عشان يبقى فيه اتصال بين البلدان الأفريقية وبعضها ومصر، لأن هم طبعا كانوا في عزلة وأوبئة والكلام ده. عملت إيه تاني؟ عملت خطوط ملاحية بحرية، خط رايح من مصوع لسواكن لجدة، وخط تاني من سواكن للسويس، سواكن دي مكان أو مدينة. طيب إيه تاني؟ عندي في مجال تشييد المباني، الإدارة المصرية بنت مساكن صحية للأهالي. دي مساكن صحية أماكن آدمية يعيشوا فيها، مش أماكن كلها مثلا دبان والكلام دوت وأوبئة وجراثيم، لا أماكن تصلح للعيش. وعملوا لهم مستشفيات ومساجد وكنيسة. مدوا لهم مواسير المياه العذبة من العيون والآبار، كانش عندهم مياه عذبة أو بياخدوها من أماكن بعيدة جدا، مدوا لهم المواسير عشان يشربوا مية صالحة للشرب. طيب عندي مجال الاقتصاد، الاقتصاد يعني زراعة صناعة تجارة.
طيب بالنسبة للزراعة، حست الإدارة المصرية الأهالي على إن هم يزرعوا الأراضي البور اللي عندهم. أراضي البور دي اللي هم سايبينها يستفيدوا بيها، ووفرت لهم المية اللازمة علشان يزرعوا الأراضي دي، وجابت لهم بذور الخضر والفواكه من مصر عشان هم كمان يزرعوها عندهم. طيب بالنسبة للتجارة، الطرق، وفرت الإدارة المصرية الطرق والأمن، عشان كده التجارة صارت في الأماكن ديت بأمان، مفيش قطاع طرق، مفيش نهب، مفيش الكلام ده كله. طيب بالنسبة للصناعة، الشباب الصوماليين بقوا بيتصاحبوا على الجنود الحرفيين بالجيش المصري، يعني هو جندي ومعاه برضو حرفة. ليه؟ بيتعلموا منهم الحرف، حرفة البرادة والحدادة، والأهالي كمان اتعلموا من المصريين إزاي يصنعوا أقمشة. طب بالنسبة للمجال الاجتماعي، اهتمت الإدارة المصرية بنشر السلام الاجتماعي بين الأهالي والقبائل، يعني مثلا فض المنازعات والمشاحنات، والأهالي عموما والقبائل على وجه الخصوص. وهي كمان شكلت لهم مجلس صلح عشان يفصل بين المنازعات، لدرجة إن الإدارة المصرية كانت بتعمل إيه في بعض الأحيان؟ بتدفع ديات القتلى. دية القتيل، قبيلة عندهم واحد قتلوا واحد من قبيلة تانية، فالمفروض قبيلة القاتل بتدي دية. طب دي أماكن فقيرة معهاش فلوس تدي، فكان بيعمل إيه؟ الإدارة المصرية هي اللي بتدفع الدية لو القبائل عجزوا عنها. ليه؟ الوفاء بها حقنا للدماء، لأن لو ما دفعتش الدية هيروح واحد يقتل قصاد اللي مات، والعيلة دي تفضل تقتل في العيلة دي، فحقنا للدماء الإدارة المصرية كانت بتدفع الدية. أما الجانب الروحي، بعتوا لهم علماء الأزهر الشريف، المنارة بتاعتنا، لتثقيف الأهالي في الدين الإسلامي. والتعليم، أنشأوا لهم مدارس يتعلموا فيها الحساب والخط والنحو. يجي لي هنا السؤال، استهدف الخديوي إسماعيل من سياسته الخارجية في القارة الأفريقية إيه؟ هل الظهور أمام الأوروبيين بمظهر الرجل المتحضر؟ هل عمل كده بيتفشخر قدام الدول الأوروبية؟ ولا منافسة الدول الأوروبية في الشرق الأفريقي؟ ولا حماية البعد الاستراتيجي لمصر جنوبا؟ ولا إقامة نهضة عمرانية بوسط أفريقيا؟ بص، أنا ممكن يكون عندي إجابات صح، إجابتين مثلا أو 3، بس هنا هو عايز السبب الرئيسي اللي خلى إسماعيل يعمل سياسة خارجية وتوسع في القارة الأفريقية. يبقى هو إيه؟ حماية البعد الاستراتيجي جنوبا، لما نزل جنوبا والجنوب الشرقي ودخل في حرب مع الحبشة. يبقى إيه؟ إن هو عمل على بسط نفوذه زي ما قلنا في الجنوب والجنوب الشرقي، ده لتحقيق الأمن القومي الاقتصادي في مصر. بكده نكون خلصنا الفصل الثاني، وبقول للمرة الثانية من أهم وأكبر الفصول وأتقلها، بيتركز عليه في الامتحان جامد جدا جدا جدا، سواء مقالي أو اختر. في آخر الملزمة احنا متعودين نلاقي جدول بأهم الشخصيات، وعندي جدول تاني بأهم التواريخ، وعندي جدول بأهم المفاهيم اللي في الفصل. آخر حاجة في الملزمة هتلاقيها هي مقولة جميلة قوي بتقولك: القلق لا يغير شيء، لكن الثقة بالله تغير كل شيء. أشوفكم في فيديو جديد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.